السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة التوم المهروس او المفروم المتفرز اللي هيقعد معاكي طول السنة. توم جاهز تحت ايديكي في اي وقت تقدري تستخدميه، وكمان هنعمل له مادة حافظة كده طبيعية تفضل حافظاه معانا طول السنة في الفريزر للاستخدام، وسهل ويسهل عليكي كتير جدا في المطبخ. هنقول بسم الله. الوصفة والمقادير بتاعتنا سهلة، احنا مش محتاجين غير توم والكبة بتاعتنا، وهضيف على التوم معلقة من الملح وعصرة ليمونة، وهفرم كويس، وكل شوية كده هفتح عليه الكبة او المفرمة، يعني بالسباتولا كده هنزل الحروف بتاعته وافرم، وكل ما يحتاج هضيف كمان لحد ما اخلص كمية التوم بتاعتي كلها. انا بفرمه ناعم جدا، او يعني بهرسه زي ما بنقول توم مهروس. انا بحبه ناعم جدا، درجة النعومة بترجع لك طبعا، مفيش اي مشكلة. المادة الحافظة بتاعتنا هي الملح والليمون، بتحفظه معانا طول السنة. هو كده طبعا في الفريزر، بس هي مادة حافظة حلوة جدا جدا، وبتفضل حافظاه معانا طول السنة، وبيفضل تحت ايديكي. مش ما تحتاريش بقى ان انت محتاجه توم ولسه هتشتري او خلص، او بيجي اوقات من السنه مش لاقيينه. لا، معاكي توم موجود ومتخزن طول السنه، وبيفضل بلونه. احنا استخدمنا الليمون والملح، بيفضل بلونه الابيض معانا كده طول السنه. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا وهرسناه زي ما احنا شايفين كويس جدا. هبتدي بقى ان انا افضيه عندي في حافظة كده في علشان يبقى معايا في الفريزر، وهفضي الكمية بتاعتي كلها وهسويها كده كويس، وبعدين هدخلها بقى الفريزر. وكل ما احتاج في طبخة كده محتاجة معلقة، بطلع اخد المعلقة بتاعتي وارجعه الفريزر تاني. بيفضل معايا طول السنة توم زي الفل زي ما احنا شايفين هنا كده. بقى سويته كده وظبطت الحافظة بتاعتي، وهقفلها بقى كويس جدا عشان ما يدخل لهاش هوا، وعلى الفريزر على طول. وبقى معانا توم جاهز طول السنة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من اكلة ماما. سلام.